بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي وحبايبي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في اختبار تراكمي رقم 1 في الهندسة على الدرس الأول الوحدة الرابعة. السؤال الأول بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. متوازي أضلاع، طول قاعدته 7 سم وارتفاعه 5 سم، فإن مساحته. طبعا احنا عارفين مساحة متوازي الأضلاع عبارة عن طول القاعدة في الارتفاع. بنكتب القانون علشان خاطر انت تكون عارفه. مساحة متوازي الأضلاع بيساوي طول القاعدة في الارتفاع المناظر أو الارتفاع. أنا عندي هنا القاعدة ب7 في الارتفاع ب5، يبقى اضرب 7 في 5 ب35 سنتيمتر مربع، لأن دي مساحة، يبقى اختار الاختيار رقم ب. رقم 2، إذا كان طول ضلعين متجاورين في متوازي أضلاعهما 8 سم و6 سم وارتفاعه الأكبر ب12 سم، فإن مساحته. طبعا هنا مدينا ضلعين أو مدينا قاعدتين، اللي بيحدد لي بقى الارتفاع الأكبر. طالما مديني الارتفاع الأكبر أضرب في القاعدة الصغرى، أضرب في القاعدة الصغرى. يبقى قانون تاني كده لمساحة متوازي الأضلاع، يبقى مساحة متوازي الأضلاع يساوي طول، بيساوي ايه؟ طول القاعدة، طول القاعدة الصغرى في الارتفاع الأكبر. طول القاعدة الصغرى في الارتفاع الأكبر. مين القاعدة الصغرى؟ 8 ولا 6؟ طبعا 6 في الارتفاع الأكبر اللي هو 12. يبقى أضرب 6 في 12 ب72 سنتيمتر مربع، وبكده أختار الاختيار رقم ألف. رقم 3 بيقول لي متوازي أضلاع مساحته 48 سنتيمتر مربع وطول قاعدته 12، فإن الارتفاع المناظر. خد بالك هنا يديني المساحة ومديني طول القاعدة، عايز الارتفاع. الارتفاع أقدر أجيب القانون اللي هو عبارة عن المساحة على طول القاعدة. تعال أكتب لك القانون. يبقى الارتفاع يساوي مساحة المتوازي على القاعدة. مساحة المتوازي على القاعدة. مساحة المتوازي مدهاني ب48 على القاعدة 12، يبقى فيها 4 سم بس عشان ده ارتفاع. يبقى انت بقول سنتيمتر مربع لما بيكون مساحة. تمام. يبقى انا عندي كده قانونين لمساحة متوازي الأضلاع. مساحة متوازي الأضلاع أول قانون طول القاعدة في الارتفاع، وفي قانون تاني مساحة متوازي الأضلاع طول القاعدة الصغرى في الارتفاع الأكبر، أو العكس طول القاعدة الكبرى في الارتفاع الأصغر. مين اللي بيحدد لي الارتفاع؟ لو كان مديني ارتفاع أكبر يبقى أضرب في طول القاعدة الصغرى، لو كان مديني ارتفاع أصغر يبقى أضرب في طول القاعدة الكبرى. رقم 4 بيقول لي هنا متوازي أضلاع فيه ضلعين متجاورين 9 سم و6 سم، دي القاعدة الكبرى ودي القاعدة الصغرى، وارتفاعه الأصغر 4، اوجد ارتفاعه الأكبر. في قانون أنا ممكن بيجيب لي الكلام ده كله، سواء عايز مني ارتفاع أكبر أو ارتفاع أصغر أو قاعدة كبرى أو قاعدة صغرى. إيه القانون؟ القانون أهو، القاعدة الكبرى على القاعدة الصغرى يساوي الارتفاع الأكبر على الارتفاع الأصغر. تمام. يساوي القاعدة الكبرى ب9 على القاعدة الصغرى ب6. الارتفاع الأكبر ما عنديش، هو اللي طالبه، يبقى س على الارتفاع الأصغر، وهو مديني الارتفاع الأصغر هنا ب4. يبقى أنا أجيب السين اللي هو الارتفاع الأصغر اللي عايزه، اللي عدد اللي قدام السين ينزل تحت، وأضرب 9 في 4. 9 في 4 ب36 على 6 فيها 6 سم، يبقى الارتفاع ب6 سم. يبقى اختار الاختيار رقم د. ده كده السؤال الأول.
اجي بعد كده للسؤال الثاني، بيقول لي هنا أ ب ج د مستطيل، أ ه يوازي د واو، وج بينتمي لب واو، وه بينتمي لب واو. اثبت ان مساحة الشكل أ ب ج م يساوي مساحة الشكل د م ه واو. تعالى كده نظلل الشكل اللي عايزنا اثبته له. أ ب ج م يعني عايزنا اثبت له الشكل ده كده، ادي اهو، بيساوي د واو ه م، بيساوي مساحة الشكل ده كده. طيب الاول هشتغل على المستطيل والمتوازي. هو ده ليه متوازي؟ اول حاجه المستطيل انا عندي ا ب ج د، انا عارف ان من خواص المستطيل ان كل ضلعين متقابلين متوازيان، يعني معنى كده ان الالف د بيوازي ب ج، والواو ه ده على نفس الامتداد، يبقى الالف د برضو بيوازي ه واو. كده اصبح معايا مستطيل واصبح معايا متوازي. تعال نساوي المستطيل بالمتوازي. طب اكتب ايه؟ اول حاجه هقول له كده بما ان المستطيل أ ب ج د ومتوازي الأضلاع أ ه واو د بيشتركان في القاعدة أ د، وألف د يوازي ب واو. يبقى ايه علاقة المستطيل بالمتوازي؟ ان بيساووا بعض. يبقى اقول له كده اذا مساحة المستطيل أ ب ج د، أ ب ج د بيساوي مساحة متوازي الأضلاع أ ه واو د. ايه رأيكم لو جيت حذفت مساحة المثلث أ م د من الطرفين؟ اقول له ايه؟ بحذف مساحة المثلث أ م د، أ م د من الطرفين. يعني ايه من الطرفين؟ يعني انا هحذف مساحة المستطيل اشيل منه مساحة المثلث اهو، يعني مساحة المستطيل أ ب ج د هشيل منه مساحة المثلث أ م د يساوي، وهشيل مساحة متوازي الأضلاع أ ه واو د هشيل منه مساحة المثلث أ م د. واحدة واحدة كده. إذا أول حاجة المستطيل ده لما أشيل منه مساحة المثلث هيديني الشكل المظلل اللي هو أ ب ج م. يبقى أقول له كده إذا مساحة الشكل أ ب ج م. ولما أشيل مساحة لما أشيل أحذف مساحة المثلث ده من مساحة متوازي الأضلاع هيديني د واو ه م. يبقى مساحة الشكل د واو ه م، وهو ده المطلوب إثباته. رقم ب بيقول لي فيه الشكل المقابل مديني أ ب عين واو مستطيل، وأ ب ج د وأ م ه واو متوازية أضلاع. يعني عندي مستطيل ومتوازيي أضلاع، يعني عدد مستطيل واحد واثنين متوازي أضلاع. اثبت ان مساحة متوازي الأضلاع أ ب ج د يساوي مساحة متوازي الأضلاع أ م ه واو. عايز اثبت ان مساحة المتوازي بيساوي مساحة المتوازي. خد بالك معايا، انا عندي المتوازي الاولاني ادي اهو أ ب ج د، ده المتوازي الاولاني. المتوازي الثاني اسمه أ م ه واو اهو، أ م ه واو، ده كده المتوازي الثاني. انا عشان اثبت ان مساحة المتوازي ده بيساوي مساحة المتوازي ده هاخد المستطيل اساوي مساحة المستطيل بمساحة المتوازي الاولاني، واساوي مساحة المستطيل بمساحة المتوازي الثاني. اقول ان المستطيل بيساوي المتوازي الاول والمستطيل بيساوي المتوازي الثاني، يبقى المتوازي الاولاني قد المتوازي الثاني. طب الكلام ده انا اقوله ازاي؟ واحدة واحدة كده مع بعض. ادي اهو، اول حاجة هاخد المتوازي هاخد المستطيل مع المتوازي. هقول بما ان المستطيل أ ب عين واو أ ب
عين واو، ومتوازي الأضلاع ألف ب ج د، مالهم يا مستر؟ يشتركان في القاعدة ألف ب. حتى الألف والب بيتكرروا هنا وهي بيتكرروا هنا، يبقى هي دي القاعدة. وألف ب بيوازي واو ج، إذا مساحة المستطيل ألف ب ج ألف ب عين ميم ألف ب عين ميم يساوي مساحة متوازي الأضلاع ألف ب ج د، وأدي العلاقة دي رقم 1. تمام كده أنا أثبتت له إن مساحة المستطيل بتساوي مساحة المتوازي الأول. خد مساحة المستطيل مع المتوازي الثاني، أقول له وبما أن المستطيل هو نفس المستطيل اللي هو ألف ب عين ميم، ومتوازي الأضلاع الثاني بقى اللي هو ألف ميم ه واو، ألف ميم ه واو بيشتركان في القاعدة. مين الحرفين اللي بيتكرروا؟ الألف والميم، وهنا الألف والميم، يبقى هي دي الألف ميم قاعدة، والألف ميم بيوازي الألف ميم بيوازي الواو ه، يبقى إذن مساحة المستطيل ألف ب عين ميم يساوي مساحة متوازي الأضلاع ألف ميم ه واو، وأدي العلاقة دي رقم 2. واحدة واحدة. المستطيل اشترك مع المتوازي الأولاني وسواه في المساحة، ونفس المستطيل اشترك مع المتوازي الثاني وسواه في المساحة، يبقى أقول له كده من 1 و2 هقول له ينتج أن مساحة المستطيل المتوازي الأول بيساوي مساحة المتوازي الثاني، يبقى أقول له كده من 1 و2 ينتج أن مساحة متوازي الأضلاع ألف ب ج د بيساوي مساحة متوازي الأضلاع ألف ميم ه واو، ألف ميم ه واو، وهو ده المطلوب إثباته. السؤال الثالث والأخير، الفقرة رقم ألف، بيقول لي هنا ألف ب ج د متوازي أضلاع، فيه ألف ب 12 سم، وب ج ب 18 سم، ود س ب 10 سم، اوجد مساحة المتوازي. أدي الشكل قدامكم، ده متوازي أضلاع، عندي هنا قاعدة اسمها ألف ب والارتفاع د ص، وعندي قاعدة ب ج والارتفاع د س. طب هو عايز مني المساحة. أنا عارف إن مساحة متوازي الأضلاع بيساوي طول القاعدة في الارتفاع المناظر. طب آخد أنهي قاعدة وأنهي ارتفاع؟ آخد القاعدة ب ج والارتفاع د س، ولا آخد القاعدة ألف ب والارتفاع د ص؟ طبعا هاخد القاعدة ب ج والارتفاع د س. ليه؟ لأن أنا القاعدة عندي والارتفاع عندي، يبقى أقول له كده مساحة متوازي الأضلاع ألف ب ج د، القاعدة ب ج في الارتفاع الألف س، ب ج ب 18 في الدال س ب 10، يبقى 18 في 10 ب 180 سنتيمتر مربع. عايز كمان طول د ص. د ص ده ارتفاع، د ص ارتفاع. مين القاعدة المناظرة للد ص؟ القاعدة ألف ب. طيب أنا هنا عشان أجيب الارتفاع، قانون الارتفاع أقسم المساحة على طول القاعدة المناظرة، يبقى أقول له كده الارتفاع، أده هو قانون الارتفاع بس عشان تبقوا إيه؟ تبقوا عارفين، يساوي مساحة متوازي الأضلاع على طول القاعدة، على طول القاعدة، مساحة متوازي الأضلاع على طول القاعدة يساوي المساحة أنا لسه جايبها ب 180 على طول القاعدة. أنهي قاعدة؟ ال 18 ولا ال 12؟ لا، القاعدة بتاعت الارتفاع، القاعدة دي اللي هي 12. تمام؟ و 180 على ال 12 فيها 15 سنتي، يبقى طول الارتفاع كده طلع بكام؟ طلع ب 15 سنتي. طيب آخر شكل بيقول لي هنا في الشكل المقابل ألف ب ج د متوازي أضلاع، فيه ألف ج ب 20 سنتي، ب د ب 12 سنتي، قياس زاوية ألف ب د ب 90، ألف ب طوله 8 سنتي، اوجد مساحة متوازي الأضلاع ألف ب ج د. بصوا كده يا ولاد،
ادي الف ب ج د، هو ما حطتش ارقام، بيقول لي الف ج ب20 وب د ب12 والف ب د ده ب90، وبيقول لي ان الالف ب ده ب8 سم. ادي الالف ب ب8 سم، وعندي الب د ب12 سم، الب د كله ب12 سم. تمام كده. طيب هو عايز مساحة متوازي الأضلاع ألف ب ج د. طب أنا عارف إن مساحة متوازي الأضلاع طول القاعدة في الارتفاع. طب ما هو القاعدة ألف ب، فين الارتفاع اللي هو العمود اللي نازل عليه؟ طبعا الدال ب، يبقى أضرب ال8 في ال12، يبقى أقول له كده مساحة متوازي الأضلاع ألف ب ج د طول القاعدة في الارتفاع، القاعدة ألف ب في الارتفاع العمود اللي هو ساقط عليه اللي هو د ب، يبقى بيساوي 8، لأن الألف ب ب8 والدال ب مدهاني ب12، يبقى 8 في ال12 ب96 سنتيمتر مربع. وكده أنا ما استفدتش خالص بالألف ج. وبكده وصلنا لنهاية الاختبار الأول. أشوفكم على خير وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.